كانت تؤدي الى هذا الملعب الكبير لمدينه فاس. وتحيه على المستوى التقديري والتنظيمي لاطوار هذه المباراه. نعم الخطوات الرسميه التي تساهم نعم على المستوى التنظيمي وعلى المستوى ايضا الحضور الجماهيري واللي جاء بشكل كثيف لهذه المقابله. كما قلت ولا ما كانش غير الاستعداد للدخول لمباراه اليوم. الاستعداد من نجم عينة النصيري من فاس انطلق من المدينة الجميلة فاس انطلق وهو يسير ليدخل إلى أرضية هذا الملعب بعد سنوات. يسير ليقدم نفسه بصورة جيدة. مرور أيضا بأكاديمية محمد السادس لكرة القدم ثم البروز بصورة كبيرة حتى صار من كبار هدافين. حضورها الكبير سيكون دعم للمنتخب الوطني المغربي. ونتمنى اننا نشوفوا طبق كروي ايضا جميل رياضي يرقى الجمهور الذي يتابع معنا اطوار هذه المقابله ويتابع معنا ايضا المجريات ديال هذا اللقاء. التشكيله ديال المنتخب الوطني المغربي يدخل بالاسماء الاتيه: ياسين بونو في حراسه المرمى، باقي اللاعبين: العميد اشرف حكيمي رقم 2، 3 ادم سينا، 4 سفيان مرابط، 5 يوسف بالعمري، 8 عز الدين أناحي، 11 اسماعيل السيباري، 13 الياس بن صغير، 18 جواد اليميق، 19 يوسف النصيري، ورقم 23 بلال الخنوس. هذه التشكيله الاساسيه لوليد الركراكي اللي كيدخل بها لهذه المباراه. المنتخب التونسي يدخل بالاسماء الاتيه: لدينا يان دحمان في حرس المرمى رقم 16، باقي اللاعبين: علي عبدي رقم 3، عمر طلبي منتصر رقم 7، محمد الياس اشوري، 8 انيس بن سليمان، 10 مجبري حليب، على 11 فراس شواط رقم 13 فرجاني ساسي، عميد المنتخب التونسي رقم 14 عيسى بلال لدوني، ورقم 18 علاء غرام، ورقم 20 يان فاليري. هذه التشكيله الاساسيه لسامي طرابلسي الذي يقود الحضور ويقود هذا المشوار. اذا فقط لحظات وستعطى ضربه البدايه وسنتابع كيف سيكون الحال بالنسبه للمنتخب التونسي والمنتخب الوطني المغربي. اعتقد بانه المنتخب الوطني المغربي تقريبا 10 ديال المباريات الاخيره كلها بانتصارات بحصه منها من وصلت ل7 اهداف. فهذه كلها مسار كتاكد على انه كان مسار جيد للمنتخب الوطني المغربي في المباريات ديالو العشر الاخيره. تعطى انطلاقه المقابله اليسرى، اخذ ورد الانسلال، ولكن هناك تغطيه دفاعيه، ابعاد للخطر، ابعاد هذه الكره مباشره الى خارج الخط الجانبي للملعب مره ثانيه، وايضا انتظارات البدايه هذه الشكل التصريحات اللي كانت قبل المباراه. ولكن سفيان مرابط يعيد الكره لصالح المنتخب التونسي، محاوله الانسلال من الجهه اليسرى وتدخل من جانب يوسف النصيري، ابعاد لهذه الكره ولهذه الخطوره مباشره الى خارج الخط الجانبي للملعب. واضح على ان هناك انسلال على مستوى الخط الامامي، ضائعه المغربيه. الياس صغير يلعب هذه الكره اماميه لا تزال المغربيه، لكن عبدي علي يتدخل يعيد الكره صوب الحارس. اخراج الكره بالمترابطات الصغيره بالنسبه للمنتخب التونسي مع اشراك اللاعب ليوني عسل بلال. محاولة المرور، تدخل محاولة الانسلال والبحث عن رفع الكره داخل منطقه الجزاء. بلال كره عرضيه، كره ممتازه، كان بإمكانه أن يعلن عن الهدف الأول في هذه المباراة. كرة في الركنية، لا تزال الخطورة على معترك المنتخب التونسي على يمين الحارس دحمان أيمن. تأتي هذه الكرة تنفذ ممتازة، كانت أن تكون في الشباك. هنا حكي يسلم من جهة اليمنى، تمرير عرضية ما مراتش. السيباري يعيد الكرة لأناحي، ممتاز أناحي، يراوغ في المساحة الضيقة محظوظ أناحي. الحصول على الكرة يعيدها صوب حكيمي يخرج الكرة ويفتح اللعب الأمام. بلال الخنوس يختار كرة أمامية لكنها مرت بهذه الكيفية صوب الحارس. جانب اليوم هدم مسينا، كرة أمامية تعود صوب الحارس بونو. كرة تنفذ للجهة اليمنى دفاع عن سيباري يستلم، عملية التمرير يختار كرة مطولة بهذه الكيفية بعيدة نحو الجهة اليسرى. العمري رجع كورتو، حكيمي الجهة اليمنى، عملية هجومية مغربية، دخول ديال سيباري تمريرة ممتازة، وحاول ضربة جزاء، حكم
ساكنه في وقت مشات الكره مباشره عند الحارس ايمن. نشوفوا الاعاده في الوقت المناسب على اعتبار انه يوسف النصيري كان داخل منطقه الجزاء، كان كيبحث على سبيل من اجل استثمار الكره ديالو. اشرف حكيمي ارتفعت القيمه السوقيه ديالو بشكل كبير، خاصه بعد التتويج الاخير. إذا تحدثنا عن القيمة السوقية للاعبين المنتخب الوطني المغربي أكبر بكثير من القيمة السوقية للمنتخب التونسي. ضربة خطأ، توجيه أول بطاقة صفراء على ما يبدو، ويظهر على أنه مجبري هانيبال نعم هو من تلقى أول بطاقة. ضربة خطأ، كرة صالح المنتخب الوطني المغربي. يوسف بالعمري كيرفع كرة داخل منطقة الجزاء، محاولة خروج ديال الحارس كيبعد الخطر، كتمشي عند أوناحي ترويض مراوغة اختراق المهارة الفردية. لاحظوا كرة ممتازة مغربية، فرصة جديدة كترجع مرة أخرى للمنتخب الوطني المغربي. كل لاعبي المنتخب التونسي داخل منطقة الجزاء. عملية جينية من الجهة اليمنى، محاولة التمرير العرضي داخل منطقة الجزاء وإبعاد للخطر وتواجد لأشرف حكيمي لعميد المنتخب الوطني المغربي الذي أبعد الكرة إلى خارج رقعة الملعب نحو ركنية للمنتخب التونسي. تدخل في الوقت المناسب، وقت والزمان المناسبين. والبقية كرة في الركنية على يسار الحارس أيمن دحمان. كرة تنفذ داخل منطقة الجزاء بقصية، كرة عند أوناحي لعب عند بالعمري ما يتسرعش، يخرج الكرة. تغيير كل صعوبة. حكيمي ينسل، ينطلق، يدخل كرة، محاولة التمرير العرضية داخل منطقة الجزاء. يوسف النصيري لعبها ببراعة، سددها بالرأس كأنه لمسها برجله، كأنه قذفها برجله. نعم، اختار كرة كانت جيدة. لاحظوا جاءت التمريرة من حكيمي من الجهة اليمنى، بعد ذلك الرأسية مشات فوق المرمى بسنتيمترات قليلة، كادت أن تكون في الزاوية 90، لكن نشوف بهذا الكنترول الرائع من حكيمي وهذه التمريرة كانت مميزة، والنصيري كان قريب من يفعل أشرف يمرر. بلال خنوس يرفع كرة داخل منطقة الجزاء، رأسية من النصيري من عمري، يمر من عمري، كرة تمريرة عرضية وهناك تدخل من جانب الحارس. كرة لا تزال إلياس بن صغير يعيد الكرة، ولكن في آخر المطاف صوبة التماس. 40 دقيقة على انطلاقة الشوط الأول من هذه المقابلة، 5 دقائق ويصدر الستار على الشوط الأول. 5 دقائق متبقية دون احتساب الوقت الذي سيضيفه الحكم كوقت بدل ضائع. حوار بين اللاعبين داخل رقعة الملعب. إلياس بن صغير، وأيضا تواجد ديال يوسف بالعمري. إلياس الأقرب، إلياس يرفع هذه الكرة، محاولة ولكن هناك تغطية دفاعية. هذه خطيرة من الجهة اليسرى، عملية الاختراق، دخول داخل منطقة الجزاء وفي آخر المطاف إلى خارج رقعة الملعب. سلال اختراق، تسديدة وتعود مرة أخرى تكون مغربي. يحاول ضغط على حامل الكرة. إلياس ينسل، يمر إلياس، عملية هجومية، محاولة الاختراق، دخول داخل منطقة الجزاء. إلياس التمرير لكن اختار الجهة اللي كانت صعبة. لا تزال الكرة مغربية، عملية هجومية مغربية مرة ثانية، سقوط داخل منطقة الجزاء. نتمنى ما تكونش إصابة مؤثرة لإلياس. هذه التمريرة من جانب العمري داخل منطقة الجزاء، تبحث عن مسدد، عن مصوب، من وضعية سقوط داخل منطقة الجزاء. جاته كرة كان بإمكانه أن يحولها صوب المرمى. إلياس بن صغير اللي حاول الاختراق، دخل داخل منطقة الجزاء، اختار الخيار الخطأ في الوهلة الأولى، ولكن هذه جاءته هدية كان بإمكانه أن يستثمرها. سدد لكن كورتوا اعتدت العارضة الأفقية. ثاني محاولة نعتبروها شكلات الخطورة
امام المنتخب التونسي بعد راسيه يوسف النصيري. وهذه المحاوله اللي جات من كره ارضيه من كره تنفذ للجهه اليمنى، عمليه الانسلال داخل منطقه الجزاء، تتمم العمليه. هذه كره لبالعمري السعاد يخترق تمريره عرضيه، ولكن هنا الدفاع يبعد الخطر. خبط المغربي عن طريق حكيمي يلعب الكره من اناحي تمريره صوب سفيان رحيمي، دخول داخل منطقه الجزاء، ولكن هناك خروج ديال الحارس. وحنيبال ينطلق يرفع الكره داخل منطقه الجزاء وبونو في المكان المناسب. ايوب الكعبي من الجهه اليسرى، عمليه الاختراق ممتازه، فرصه سفيان في الجهه اليمنى كان هناك السيباري، ولكن سفيان رحيمي المصب باطراف مسار رجله، الشيء اللي خلاه انه تحول مسار ديال الضربه هذه. كيفيه تمريره، شوفوا التمريره في العمق طويله عند الكعبي نسل، اخترق تمريره جانبيه عرضيه في الجهه اليمنى كان السيباري، لكن رحيمي فكر في المرمى، حاول انه يوصل للكره، يلمس الكره ويحول مسارها صوب الشباك. كان قريب، تابع العمليه وتابع المحاوله. تابعوا هذه الكره، سنعود لحكم المواجهه، كره تنفذ، تسديده ممتازه. يا حكيمي بذكريات التألق في كأس الأمم الإفريقية اللي كان فيها التسديد بهذه الكيفية وبهذه الطريقة وهي سجل. شوف كيف لعب صوب المرمى، كان بإمكانه أن يضعها في الشباك مباشرة. عندك دحمان أيمن أنقذ الموقف وأنقذ المنتخب التونسي، طرد ممتاز من الحارس التونسي، ولكن روعة هذه التسديدة كبيرة جدا من أشرف حكيمي التي كانت تسير نحو الشباك. كرة هي رجل يسرى، الياس بن صغير، أناحي يستلم أناحي، تمريرة ممتازة في المقاس داخل منطقة الجزاء المغربية. محاولة تمريرة كانت من بالعمري كما قلت، يوسف بالعمري اندمج أكثر مع المنتخب الوطني المغربي وكان قريب من القيام تمريرة داخل منطقة الجزاء، الشيء اللي منعوا الدفاع وخلى أنه تمشي الكرة للركنية. ركنية للمنتخب الوطني المغربي على يمين الحارس أيمن دحمان. يبادر لاعبو المنتخب الوطني المغربي نحو شباك المنتخب التونسي. الكرة في الركنية والبحث عن القائم الثاني. سنتابع الإعداد لهذه الكرة. الياس بن صغير يرفعها داخل منطقة الجزاء، كرة سفيان رحيمي كان بالإمكان أن تكون في الشباك. رحيمي يلعبها بالراس في القائم الاول، حول مسارها صوب القائم الثاني، لكن بسنتيمترات قليله كانت ان تكون في الشباك، كانت داخل منطقه الجزاء. كما نتابع الان هذه تصويبه ولكن مباشره الى خارج رقعه الملعب. تنفذ راسيه، كره صوب الحارس مباشره، بورو في المكان المناسب. ضربه خطا، كره ثابته للمنتخب الوطني المغربي. هل يعود مرة أخرى أشرف حكيمي للتسديد المباشر أم أن الياس بن صغير له إمكانية التصويب؟ ترقب الياس يسعد، يوسف بالعمري هو من يسعد. نعم يوسف بالعمري يسدد، كرة في الجدار، كرة في الجدار إلى تماس عناصر المنتخب الوطني المغربي. كرة في الركنية، مجموعة من اللاعبين في انتظار. كعبي يتقدم نحو القائم الأول، تنفذ داخل منطقة الجزاء، جول 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 جول. أشرف حكيمي يزور الشباك التونسية، المنتخب الوطني المغربي يضع الكرة في الشباك. 1-0. إصرار الأسود، هكذا يزهرون، هكذا هم حاضرون هنا بالمركب الكبير لمدينة فاس. اليوم تابعنا لقطة، تابعنا هذه الكرة التي انتظرناها طويلا 1-0. أشرف حكيمي الفائز بدوري أبطال أوروبا، المتألق رفقة البي اس جي، عميد المنتخب الوطني المغربي، التموضع المناسب في المكان المناسب، وينهيها
تنزانيا ويضعها في الشباك. 1-0. كرة مغربية في شباك تونسية جات من ركنية يبدع من خلالها أشرف حكيمي، يضعها في الشباك، يحول مسارها نحو مرمى أيمن دحمان التونسي الذي استقبل هذا الهدف على بعد 10 دقائق على نهاية المباراة. 1-0 لمن تألقوا في المونديال، لمن يبحثون من خلال هذه المباراة ومن المباريات التحضيرية الإعدادية الودية أن يتألق أيضا في كأس الأمم الأفريقية المقبلة. هذا 1-0. وليد الركراكي سيبحث عن الحلول في الخط الأمامي ويترك المساحة في الخلف. سفيان يمر، رحيم يمر، ينسل، كيف راوغها، كيف لعب الكرة، كان تحدي رجل لرجل. بعد ذلك تعود مغربية مرة ثانية. عملية المرور من أناحي أمام لاعبين اثنين، يراوغ الأول الثاني، محاولة المرور، لا تزال المنتخب الوطني المغربي عن طريق سفيان إلى 5 ناسيو، سجل 33 هدف، انتقل إلى من الفرق اللي حاول ما يمكن أن يكون عندها حضور. وقت اتلتيكو بيلباو كان قويا، كان حضوره. والان مروان ينطلق، مروان سندي ماذا يفعل؟ يمرر شمال اليمنى، تسديده، جول 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 الكعبي. سلم كعبك يا كعبي، وضع الكرة في الشباك، وضع الكرة في الشباك. 2-0 مغربية في شباك تونسية واضحة. جات كرة تمريرة من مروان من سند المساند للأسود نحو أيوب الكعبي الذي تمكن من إمضائها، الذي تمكن من إنهاء ووضعها في الشباك. هذا ثاني هدف يجي في مباراة اليوم، وهذه صورة رائعة لهذه المعلمة الرياضية الفاسية الشاهد على ذلك. خطأ جاء من هذا المكان على مستوى المرور، الافتكاك السليم والانتقال بعد ذلك في كرة في الخط الأمامي، ويتمكن من تسجيلها ويتمكن من وضعها في الشباك. لاعب المنتخب الوطني المغربي اللاعب أيوب الكعبي. كرة نفذت بصورة جيدة وتم التعامل معها بالمقاس يا ناس. هذا هو الكعبي الذي احسن التعامل مع هذه الكره وتمكن من انهائها في المكان والزمان المناسبين معا. كرة تنفذ داخل منطقة الجزاء والحارس يتمكن من إبعادها. هجمة مرتدة مضاد الحكم أعتقد لن يدع هذه العملية الهجومية تكتمل ويعلن على نهاية أحداث هذه المباراة بهدفين مقابل الشيء. المنتخب الوطني المغربي يفوز رسميا على المنتخب التونسي في مباراة ودية تحضيرا لكأس الأمم الأفريقية. هدفين مقابل شيء. أشرف حكيمي وقع على الهدف الأول واللاعب أيوب الكعبي أضاف الهدف الثاني. المباراة هي تحضير لكأس الأمم الأفريقية، هي الوقوف على الاستعدادات وعلى الظهور القوي للأندية وللمنتخبات نعم شمال أفريقيا والمنتخبات الأفريقية عامة. هكذا تابعنا وإياكم مشاهدينا هذا اللقاء، والمنتخب الوطني المغربي يستأسد أمام نسور قرطاج هدفين مقابل شيء. محمد عدالي يحييكم، شكر موصول لكل الزملاء الذين أملوا هذه المقابلة. مشاهدينا الكرام، عيدكم مبارك وسعيد في يوم العيد وفي ليلة العيد وفي هذه الأجواء. نودعكم على أمل أن نلقاكم في قادم المواعيد. عودة للزملاء على مستوى الاستوديو التحليل. إلى اللقاء.